يا هلا، اليوم بعلمكم طريقة الرز البسمتي شلون تسوونه ما يطلع معاكم يابس أو مستوي زيادة عن اللزوم. أول شي تسخنون جدر وتحطون زيت أو سمن الشي اللي تحبونه، تحطون الشعيرية تتحمر لين يصير لونها بني فاتح مو ذهبي. إذا حطيتوها ذهبي وحطيتوا عليها راح تطلع صفرة. عشان يطلع معاكم لونه أو شكله حلو العيش المغسول تحطونه على الشعرية وتحمسونهم شوي، يعني تقعدون تخلطونهم شوي لين ينشف العيش. تبدون تحطون المرق أو الماي على حسب الشيء اللي تفضلونه، أو تخلطون بين الاثنين مثل ما أنا سويت. الترك إنكم تحطون وتخلطون، إذا يبي زيادة حطوا. الحين هو يبي زيادة، شلون نعرف إنه هو مظبوط أو لا أو يحتاج ماي زيادة؟ حطوه خلوا الماي يطلع 2 سنتي فوق مستوى الرز بالجدر علشان تعرفون إن هذه هي النسبة المناسبة عشان يستوي. شوفوا الحين أنا زدت عليه شوية لأن لازم الماء يغطيه يطلع زيادة. طبعا كمية الملح المناسبة على حسب الرغبة. بعدين بهالمرحلة يكون على نار متوسطة، تغطونه يبدأ يشرب المرق أو الماي، تحطونه على نار هادئة جدا، تحصلون على أفضل رز بسمتي. لا تنسون اللايك والشير.